السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في حكاية كروشيه. يا رب تكونوا بخير. قبل ما ندخل في تفاصيل الحكاية، عايز أقول إن النهاردة يوم مش عادي. النهاردة يوم مميز جدا جدا. النهاردة عيد ميلاد ست الحبايب، فأنا حابب من خلال قناة حكاية كروشيه أقول لها كل سنة وأنت طيبة يا ست الحبايب. ربنا يحفظك ليا ويبارك لي فيكي ويديمك في حياتي. انت النور اللي انا عايش بيه، انت عايشة جوه قلبي. ربنا يحفظك ليا ويبارك لي فيكي، اللهم امين، ويطول لي في عمرك وما اشوفش فيكي اي حاجة وحشة. حكاية النهاردة جالي فيها اكتر من سؤال في الكومنتات على الفيديوهات اللي فاتت، وهي ايه انواع الخيوط اللي ينفع اشتغل بيها مفارش. انا لما لقيت السؤال ده اتكرر اكتر من مرة قلت لازم اعمل الفيديو ده. والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن بعض انواع الخيوط اللي تنفع في عمل المفارش، وهقولك تشتغلي مع كل نوع بإبرة كام. ولو انا كنت اشتغلت حاجة من الخيط ده هعرضها معاكم واوريكم النتيجة بتاعة الخيط. طبعا احنا اشتغلنا على القناة مجموعة كبيرة جدا من المفارش، هتلاقوا قائمة التشغيل فوق على الشاشة، وهحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنعرض مع بعض انواع اشتغلنا بيها وانواع ما اشتغلناش بيها، وهقولك عن رأيي في الخيط، وهقولك لو الخيط بيبهت او لا عن تجربتي الشخصية، وهقولك ازاي تختاري نوع الخيط للمفرش المناسب. يعني في انواع مفارش هنعرضها مع بعض بتحتاج الخيط الرفيع، وفي انواع تانية ممكن تشتغليها بالخيط الرفيع وتشتغليها بالخيط السميك. لكن طبعا كل ما كان الخيط ارفع في المفرش كل ما كان المفرش شكله اجمل. لكن طبعا في مفارش ممكن نشتغلها بالفتلات المتوسطة، وطبعا احنا اشتغلنا مع بعض مفارش من النوعية دي كتير، وهنعرف تفاصيل اكتر في الفيديو ان شاء الله. قبل ما نبدأ، لو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واختاروا الكل علشان اي فيديو جديد ينزل يجيلنا اشعار بيه. واتمنى من ربنا التوفيق في كل حاجة بقدمها لكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشيروه مع اصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. طبعا انواع الخيوط اللي ممكن نشتغل بيها مفارش كتير جدا جدا، مش مقتصرة على الانواع اللي هنعرضها مع بعض في الفيديو النهاردة، لكن في انواع مشهورة جدا جدا ومن اشهرها الخيط ده، خيط المنجد. زي ما انتوا شايفين هو بيجي باكيتات، صورتها دلوقتي ظاهرة قدامكم على الشاشة، والباكيت عبارة عن شلل، وصورة الشلل هتظهر لكم برضو دلوقتي على الشاشة. واحنا بنفك الشلل دي لكور زي كده. الخيط ده من احسن انواع الخيوط اللي تشتغل بيها مفارش، مفارش سفرة، مفارش ترابيزات، حتى الكوسترات. بيبقى فيه منه فتلتين، الفتلة الرفيعة زي كده، وفي الفتلة السميكة دي بتبقى اتخن شوية زي كده. ادي الفتلتين بتوع خيط المنجد. الفتلة الرفيعة دي بنشتغلها بإبرة ألومنيوم من 2 ل2.5 حسب ايدك في الشغل، واسعة ولا ضيقة. والفتلة السميكة دي بنشتغلها بإبرة ألومنيوم رقم 3. طبعا موضوع الإبرة ده يرجع لك انتي، ممكن تشتغليها بإبرة أصغر إبرة أكبر حسب ايدك في الشغل. أنا بقول لكم من وجهة نظري، يعني أنا بشتغل الفتلة الرفيعة دي بإبرة 2.5، والفتلة السميكة دي بشتغلها بإبرة رقم 3. وانا كنت اشتغلت منه دول اهو. ده مفرش انا كنت اشتغلته قبل كده بخيط المنجد الفتلة السميكة مع ابرة رقم 3، طلع بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين المفرش تحفة، الغرز متماسكة وشكل المفرش اهو. واشتغلت بالفتلة الرفيعة المفرش ده، زي ما انتوا شايفين المفرش حلو جدا وخفيف جدا جدا ومش طري، يعني المفرش متماسك زي ما انتوا شايفين اهو. وانا عايز اقول على معلومة بالنسبة للمفارش، كل ما الفتلة كانت أرفع كل ما المفرش كان شكله أجمل. لكن طبعا احنا بنشتغل مفارش بخيوط متوسطة وبيطلع برضو شكلها تحفة، بس في مفارش معينة لازم نستخدم فيها خيوط رفيعة، وهنشوف الكلام ده بعد شوية. يبقى ده كده خيط المنجد، ودي نتيجة الفتلة الرفيعة، ودي نتيجة الفتلة السميكة. عندي بعد كده إليس ديفا. طبعا إليس ديفا خيط غني عن التعريف، هو خيط تركي. الفتلة بتاعته حلوة جدا جدا في الملابس، ممكن تشتغلي بيه مفارش. بس مشكلتي مع إليس ديفا ان الفتلة بتاعته رخوة طرية جدا، فالمفرش هيبقى طري جدا جدا. ممكن ان انت تستخدمي الخيط ده تعملي بيه مفرش سرير، هيبقى كويس جدا. وبنشتغله بإبرة من 2.5 ل3. بس انا بقولك مشكلتي انك لو هتعملي بيه مفرش ترابيزة مثلا الفتلة بتاعته رخوة جدا جدا. فلو انت بتحب المفرش يكون طري ممكن تشتغلي المفارش بخيط إليس ديفا.
عندي بعد كده إليس ديفا بلس. طبعا مش محتاج اتكلم كتير عن الخيط ده، هو خيط تركي وبنشتغل معاه بإبرة ألومنيوم رقم 4، لأن الفتلة بتاعته تعتبر دبل من فتلة الديفا، يعني تعتبر بمقام فتلتين من فتلة الديفا. بنشتغله بإبرة 4. الخيط ده حلو جدا جدا في المفارش. اللي بيميزه عن خيط الديفا إن الفتلة بتاعته متماسكة جدا جدا، وطبعا احنا اشتغلنا بيه قبل كده أكتر من مفرش. أغلب المفارش اللي اشتغلناها على القناة كانت بخيط إليس ديفا بلس، وكانت النتيجة حلوة جدا جدا. وده كده شكل مفرش كنا اشتغلناه مع بعض بإليس ديفا بلس. زي ما انتوا شايفين الغرزة اهي متماسكة، والمفرش شكله حلو جدا جدا. وميزة كمان خيط ديفا بلس ان الفتلة بتاعته مش رفيعة، يعني الفتلة بتاعته اهي متوسطة، فالمفرش هيكبر معاكي بسرعة. هتشتغليه بإبرة ألومنيوم رقم 4. عندي كمان الخيط التحفة ده اسمه بيوتي. الخيط ممتاز جدا جدا، وهينافس الديفا في الفترة اللي جاية. الفتلة بتاعته قريبة جدا جدا من الديفا، يعني بكرة الديفا 320 متر، ده بكرته 323 متر، والبكرة طبعا 100 جرام. الفتلة بتاعته قريبة جدا جدا من فتلة الديفا. بنشتغله بإبرة ألومنيوم من 2.5 ل3. بس ميزته عن الديفا إن الفتلة بتاعته متماسكة جدا جدا، وبيدي نتيجة روعة في المفارش. وسعره مش غالي أبدا، يعني البكرة دي أنا كنت جايبها ب16 جنيه. الخيط حلو جدا جدا، والفتلة بتاعته متماسكة، وألوانه ثابتة. واحنا طبعا اشتغلنا بيه أكتر من مفرش، ودي كانت النتيجة بتاعته أهو. زي ما انتوا شايفين المفرش شكله تحفة. وده من المفارش اللي بتحتاج خيوط رفيعة، يعني الموديل ده من المفارش زي ما قلت لكم اللي بتحتاج خيوط رفيعة. لما تيجي تشتغلي مفرش وهيطلع فيه فراغات كتير زي كده، لازم تشتغليه بخيوط رفيعة مش خيوط سميكة. لو اشتغلتيه بخيوط سميكة هيكون شكله مش مقبول ابدا. يعني مفرش زي كده لازم نشتغله بالخيوط الرفيعة. وده انا كنت اشتغلته بخيط بيوتي اللي هو ده بإبرة ألومنيوم رقم 3، والفيديو موجود على القناة للي حابب يشوفه، هو الفيديو اللي قبل الفيديو ده على طول. عندي كمان النوع ده اسمه حلوان، هو قطن مصري وقطن 100%. اهو 100% قطن مصري. البكرة 100 جرام. الخيط ده بنشتغله بإبرة من 2 ل2.5. الفتلة بتاعته حلوة جدا جدا، بس مع الخيط ده انا افضل ان انتي تشتغلي مع الالوان الفاتحة. واختبري اي نوع خيط جديد تجيبيه، خصوصا لو قطن مصري لازم تختبريه قبل ما تجيبيه، لان في انواع خيط قطن مصري للاسف بتبهت وبتكون نتيجتها وحشة جدا جدا. فيفضل ان انتي في القطن المصري في انواع معينة ان انتي تخليكي في الالوان الفاتحة. لكن طبعا في انواع من القطن المصري حلوة جدا جدا. بس فتلة حلوان فتلة ممتازة ومتماسكة وحلوة جدا جدا. ممكن تشتغلي بيه بالالوان الغامقة، بس يبقى المفرش لون واحد، ما تدخليش الوان مع بعضها. عندي كمان من انواع القطن المصري خيط اسمه كوتون ايجيبت. 100% قطن، والفتلة بتاعته متماسكة جدا جدا. مشكلته ان الالوان الغامقة منه بتبهت بسنة بسيطة. انا بشتغل الخيط ده بإبرة ألومنيوم من 2.5 ل3 حسب ايدك في الشغل. الإبر اللي انا بقولها دي بتبقى حسب الايد في الشغل واسعة او ضيقة، وكل واحدة عارفة هي تقدر تشتغل مع نوعية الخيط دي بإبرة كام. البكرة دي 100 جرام، وسعر الخيط ده مش غالي أبدا. يعني أنا كنت جايب البكرة 100 جرام تقريبا ب11 جنيه. والخيط متماسك جدا جدا، هو مشكلته إن ألوانه الغامقة بتبهت بسنة بسيطة. وإحنا كنا اشتغلنا بيه أكتر من مشروع قبل كده، ودي عينة من اللي احنا اشتغلناها مع بعض على القناة اهو. ده انا اشتغلته بالخيط ده نفس النوع ده بإبرة ألومنيوم 2.5، وطبعا شرحناه مع بعض على القناة، وكانت نتيجته حلوة جدا جدا في الشغل زي ما انتوا شايفين. وبرضو المفرش ده من المفارش اللي بتحتاج خيوط رفيعة مش سميكة، لأن زي ما انتوا شايفين الفراغات اللي فيه كتير. وده مفرش تاني اهو بالكوتون ايجيبت، برضو اشتغلناه برضو على القناة مع بعض بإبرة 2.5. زي ما انتوا شايفين المفرش حلو جدا، والغرزة بتاعته متماسكة جدا جدا، فنتيجته حلوة جدا جدا في المفارش. عندي بعد كده نوع تحفة من القطن المصري اسمه خيوط مصر البيضة.
وده في منه نوعين. النوع الاولاني صورته ظاهرة قدامكم على الشاشة، بيبقى شلل بالشكل ده، بيبقى وزن الشلة 100 جرام، الوانه ثابتة، فتلته متماسكة جدا جدا. بنشتغله بإبرة ألومنيوم من 2.5 ل3. الخيط ده تحفة. وزن الشلة اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي بتبقى 100 جرام، وبنفكها الكرة وبعدين نشتغل بيها، وألوانه كتير. وفي منه نوع تاني صورته دلوقتي برضو هتلاقوها قدامكم على الشاشة، بيبقى وزن الشلة 50 جرام، وبيبقى شكل الليبل بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. الخيط ده تحفة، قطن 100%، من أحسن أنواع خيوط القطن المصري اللي تشتغل بيها مفارش. عندي كمان النوع ده هو اسمه القادسية اهو، الفتلة بتاعته اهي، بنشتغلها بإبرة ألومنيوم 2.5. الخيط حلو جدا جدا، بس مشكلته ان الألوان الغامقة منه بتبهت وبتنزل لون، وصورة الليبل بتاعه قريبة من الليبل بتاع مصر البيضاء، فلازم تخلي بالك وتقري الاسم وانت بتشتري الخيط. الصورة بتاعت الليبل بتاع الخيط هتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشة علشان تفرقي بينها وبين مصر البيضاء. هما الاتنين قريبين من بعض جدا في البكر 50 جرام. الليبل هو اللي هيفرق لك. وممكن تشتغلي منه مفارش باللون الابيض او الالوان الفاتحة. الالوان الفاتحة منه ما بتبهتش، وبتبقى نتيجتها حلوة جدا 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 في الشغل. الفتلة بتاعته متماسكة، وهيطلع لك الغرز متماسكة جدا جدا. وخيط القادسية انا كنت اشتغلت بيه المفرش ده. المفرش حلو جدا جدا، وانا اشتغلته بلونين قريبين من بعض علشان ما يبهتوش على بعض، وطالع شكله حلو جدا جدا في الشغل زي ما انتوا شايفين. والغرز متماسكة اهي، والمفرش شكله تحفة، ونتيجة الخيط جميلة جدا بصراحة. هو مشكلته ان الوانه الغامقة بتبهت، بس الالوان الفاتحة منه، او لو هتشتغل باللون الغامق بس يكون المفرش لون واحد، هتكون نتيجته حلوة جدا في الشغل. عندي بعد كده خيط المكرمية الفرنساوي. الخيط ده حلو جدا جدا في المفارش. الفتلة بتاعته متماسكة جدا، بنشتغلها بإبرة ألومنيوم 3.5. طبعا احنا اشتغلنا بيه أكتر من مشروع قبل كده. عملنا بيه مع بعض مفرش ورقة الشجر زي ما انتوا شايفين. المفرش طالع متماسك، والغرزة حلوة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. وعملنا بيه كمان المفرش البيضاوي ده، كان أول مفرش بيضاوي نشتغله على القناة، وطالع شكله حلو جدا جدا زي ما انتوا شايفين اهو. المفرش قدامكم اهو على الطبيعة، وادي مفرش ورقة الشجر بنشتغله بإبرة ألومنيوم 3.5، ونتيجته بتبقى حلوة جدا جدا في الشغل. عندي بعد كده إليس كوتون جولد وإليس كوتون جولد بلس. الصور بتاعة النوعين دول هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة. والنوعين دول تحفة جدا جدا في المفارش، لأن فيهم نسبة قطن عالية، تقريبا 50% من الشلة بيكون قطن. فهيكون حلو جدا جدا لو عملت بيه مفرش سرير، او عملت بيه كوسترات، او عملت بيه قواعد اطباق، او عملت بيه مفارش للانتريه، او مفارش للترابيزات لترابيزة الانتريه. هيكون حلو جدا جدا. بنشتغل مع كوتون جولد بإبرة 2.5 او 3 إبر ألومنيوم، ومع كوتون جولد بلس بنشتغل بإبرة من 3.5 ل4، لأن طبعا فتلة الكوتون جولد بلس بتبقى الدبل بتاع الكوتون جولد. فخيط كوتون جولد وكوتون جولد بلس من أحسن أنواع الخيوط اللي تشتغل بيها المفارش. عندي كمان نوع تاني هيظهر دلوقتي قدامكم صورته على الشاشة، وهو خيط الصياد. من أشهر أنواع الخيوط اللي بتشتغل بيها مفارش، في منه أكتر من سمك، ألوانه كتير جدا جدا. الفتلة بتاعته فيها لمعة حلوة جدا، نتيجته ممتازة في الشغل. طبعا كل سمك منه وله الإبرة اللي بتشتغليها معاه، بس ده من أحسن أنواع الخيوط اللي تشتغل بيها المفارش، ونتيجته بتبقى حلوة جدا جدا. الفتلة بتاعته متماسكة جدا، وبتدي نتيجة روعة روعة في الشغل. عندي بعد كده النوعين دول اللي هما الأصواف. لو انت بتحبي تشتغلي مثلا مفرش سرير شتوي، انا برشحلك النوعين دول بقوة: هيمالايا افريداي وهيمالايا افريداي سوبر لوكس. هيمالايا افريداي هنشتغله بإبرة من 3 ل3.5. الفتلة بتاعته اهي، فتلة متوسطة، هيدي نتيجة حلوة جدا جدا في المفرش. لو هتعملي مفرش سرير شتوي هتكون النتيجة منه ممتازة، لأن فتلته ناعمة جدا جدا. وطبعا خيط هيمالايا من أشهر الخيوط التركية، يعني خيط غني عن التعريف، مش محتاج نتكلم عنه كتير. خيط هيمالايا افريداي سوبر لوكس ده هنشتغله بإبرة ألومنيوم رقم 3، لأن فتلته أرفع سنة بسيطة من الهيمالايا الافريداي. لو جينا بصينا كده أهو،
ادي فتلة الهيمالايا الافري داي، وادي فتلة الهيمالايا الافري داي السوبر لوكس. الهيمالايا الافري داي اسمك شوية من السوبر لوكس، عشان كده ده بنشتغله بإبرة من 3 ل 3.5، لكن ده بنشتغله بإبرة رقم 3. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. وطبعا دي مش كل الانواع اللي ينفع نشتغل بيها مفارش، في انواع خيوط تانية كتيرة جدا جدا تنفع في عمل المفارش. انا اتكلمت عن الانواع الاشهر، واتكلمت من وجهة نظري. مش شرط انك تلتزمي بارقام الابر اللي انا قلتها مع كل نوع خيط. انتي اضرب بايدك في الشغل، وانتي عارفة النوع ده تشتغلي معاه بابرة كام. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وطبعا اغلب المفارش دي اشتغلناها مع بعض على القناة، قائمة التشغيل موجودة في صندوق الوصف، وظهرت فوق على الشاشة في اول الفيديو. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشيروه مع اصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. ولو في اي سؤال او في اي حاجة ما كانتش واضحة، اكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو، وان شاء الله هرد عليكم. وقبل ما اختم الفيديو، حابب اقول لست الحبايب كل سنة وانت طيبة يا ست الحبايب. عمر مديد ان شاء الله. ربنا يحفظك ليا ويبارك لي فيكي ويديمك في حياتي، اللهم امين. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.